أيها الإخوة والأخوات، مرحبا، أهلا وسهلا بكم. نرحب بكم في هذه الحلقة الخاصة، وكما وعدناكم حلقة نستضيف فيها قامة حزبية، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية السيد محمد نبيل بن عبد الله. السيد محمد نبيل بن عبد الله وزير سابق، وزير اتصال ناطق باسم الحكومة، وزير السكنة والتعمير ومناصب عديدة. كذلك هو الوزير السفير، حيث شغل منصب سفير صاحب الجلالة في إيطاليا وغيرها من المناصب، وهو اليوم يعتبر من أكثر الأمناء العامين في الأحزاب المغربية تواصلا مع وسائل الإعلام. نشكره ونرحب به ونقول له سي نبيل، رمضان مبارك سعيد. رمضان مبارك سعيد سيدي سعيد، وأنت تحمل هذا الاسم الجميل والسعيد أيضا. بارك الله عليك، شكرا على هذه الاستضافة، وسأكون حقيقة سعيد بأن أتقاسم معك هذه اللحظات. ونحن كذلك. إذا نبدأ من حيث البداية، نبدأ من الأول. سي نبيل، السنة هي سنة انتخابية في المغرب. السنة هي سنة ستعرف محاسبة، قياسات، موازين، لما له ولما عليه، لمن له ولمن عليه. السنة هي سنة كذلك سنة استكمال الوحدة الترابية وتشريع شرعنة الوحدة الترابية المغربية. السنة هي سنة إنصاف الشباب. نبدأ أولا بالمقاربة الاجتماعية. حزبكم من خلال مطالعات أدبيات الحزب كان من الأحزاب الأولى، وما شاء الله الحزب عمره الآن يفوق 85 عاما. كان من الأحزاب التي رسخت مفهوم التشاركية والبعد الاجتماعي. في عجالة، ما هي نظرتكم اليوم في المقاربة الاجتماعية؟ أعتقد أن هذه المقاربة هذه توجد في الواقع في عمق في قلب الهوية ديال حزب التقدم والاشتراكية. حزب التقدم والاشتراكية منذ نشأته، يعني في بداية الأربعينيات ديال القرن الماضي، عندما ما كان كيتسمى الحزب الشيوعي المغربي، ثم لفترة وجيزة حزب التحرر والاشتراكية في نهاية الستينيات ديال القرن الماضي، ثم حزب التقدم والاشتراكية منذ 1974. دائما كان كيحمل نظرة وطنية، بمعنى التحرر الوطني وتحرير التراب والوحدة الوطنية. مفهوم ديمقراطي، أي مؤسسات ديمقراطية وحريات وانتخابات حرة وإفراز نخب سياسية حزبية اللي قادرة أنها تنافس على برامج وتقود البلاد في إطار طبعا الملكية الدستورية والبرلمانية من أجل بناء المشروع التنموي والبعد الاجتماعي اللي تكلمتي عليه، اللي أدخلناه بقوة إلى المغرب منذ أنه لما كنا كنقولوا بالاستقلال كنا كنقولوا الاستقلال، ولكن الاستقلال مقرون بالديمقراطية وبخدمة مصالح الشعب من أجل مزيد من المساواة، من أجل مزيد من التنمية، من أجل مدرسة عمومية قوية، من أجل مستشفى عمومي قوي، من أجل أن التنمية تقيس مختلف أنحاء البلاد، ماشي غير الرباط، الدار البيضاء والمدن الكبرى، لا. وشفتيو كيفاش صاحب الجلالة في آخر خطابه تكلم على المغرب بسرعتين، ضرورة تفادي وتجاوز هذا الوضع. إذن هذا المفهوم الاجتماعي هو جزء من جينات حزب التقدم والاشتراكية، من الهوية ديالو. المزاوجة في حزبكم كيف تتم بين قاعدة فكر ايديولوجي يقوم بالأساس على الاشتراكية أو التشاركية والطرح الليبرالي الذي هو اليوم موضة العصر؟ كيف تزاوجون بين هاتين؟ يعني كيفاش كتزاوجوا ما بين هاد الجوج ديال النظريات؟ اولا تعلم سيدي سعيد انه المقاربة الاشتراكية ما بقاتش جامدة كما كانت في القرن الماضي حول مفهوم الكل للدولة، ومفهوم ان ليس هناك مجال للتنافس او لدور المقاولة الخصوصية. وحزب التقدم والاشتراكية اعتمد أيضا هذه المقاربة منذ وضعية المغاربة. لما كانت المغاربة، وكتذكر ذلك، لما كانت المغاربة في سبعينيات القرن الماضي واحد العدد ديال المؤسسات والمقاولات والضيعات الفلاحية وغير ذلك اللي كانت عند فرانسيس بالأساس
ورجعوها المغاربة. منذ ذلك الحين كان يقول المغرب حزب التقدم الاشتراكية بأنه ضرورة نعتمد على مقاولة قوية، قطاع عمومي، دولة كتحرص على التوجهات الكبرى، كتقنن الاقتصاد الوطني، وكتستثمر الاستثمار العمومي في القطاعات الاستراتيجية، لكن مقاولات متوسطة صغرى جدا. واليوم باقي هذه المسألة مطروحة، كتخلق الشغل، كتستثمر في مجالات حيوية ديال التغذية، ديال الصناعة، ديال التجارة، ديال الخدمات إلى غير ذلك. وهذا لا يتنافى أبدا مع البعد الأفق الاشتراكي اللي دائما بقى يدافع عليه المغرب بأي معنى. المعنى ديالو هو إنتاج ثروات، ننتجوا الثروات، ننتجوا الخيرات، ونتقاسموا هذه الخيرات قدر الإمكان بمساواة، بعدل. فلذلك هكذا نرى نحن هذه الاشتراكية، هذا المشروع الذي نريد أن نصل إليه، واللي هو ما مطروحش من أجل الإنتاج اليوم. علاش؟ لأن الاشتراكية ما كتبناش في مجتمعات فقيرة. المفروض أنه خصك تبنيها في مجتمعات اللي داز فترات ومراحل ووصلت لواحد المستوى من النمو ومن النماء، وأنا ذاك كتتمكن من أنك تقاسم ذاك المجهود التنموي ويستفد منه، تستفد منه مختلف الفئات ديال المجتمع. كيف يحضر حزب التقدم والاشتراكية ملفا مطلبيا يتجاوب مع مطالب الشعب المغربي اليوم الذي يعاني الأمرين؟ وهذا ماشي كلامي، هذا كلام الشارع. يعاني الأمرين مع التعليم والصحة، لدرجة أن هناك مستشفيات اليوم يقف أمام أبوابها المواطن ويضطر أن يعطي الأتوات والرشاوى لكي يعالج. شنو وجدتوا لهذا الملف؟ أعتقد أنه في الدرجة ديال التقدم اللي عرفها المغرب اليوم، هناك بعض المظاهر في بلادنا اللي ما بقاتش مقبولة. وهذا الشيء ماشي كنقولوه غير حنا في حزب التقدم والاشتراكية، تقارير رسمية ديال البلاد اللي كتشكل مرجعية في 25 سنة الأخيرة. تقرير اللي توضع من بعد الإنصاف والمصالحة، تقرير اللي توضع حول الخمسينية، تقرير اللي توضع حول الجهوية المتقدمة، تقرير اللي توضع حول النموذج التنموي الجديد ديال المناطق الصحراوية، والتقرير الأخير اللي توضع حول النموذج التنموي الجديد العام. كلها كتتكلم على مظاهر اللي خص القضاء عليها، سميتها الرشوة، سميتها الريع، سميتها الاحتكار. ماشي كلامي، هذا كلام موجود في هذه التقارير بهذه التعابير. وعلى لسان جلالة الملك مرارا طبعا كرر هذا الكلام. طبعا فهذا الشيء كله موجود في هذه التقارير، وكما قلتم في خطب ملكية سامية. وبالتالي هذا الشيء كمدخل من أجل معالجة واحد البعد أساسي اللي هو الإنسان، اللي هو وضع الإنسان في قلب المسلسل التنموي. بغيتي توضع الإنسان في قلب المسلسل التنموي، ما كاينش خيارات أخرى غير أنك تعلمه أولا، تقريه في مستويات عالية، تعمم هذا التعليم وتعتمد في ذلك على المدرسة العمومية، المدرسة العمومية والجامعة العمومية. أما الجامعات الخصوصية والمدرسة الخصوصية فهذا الشيء تكميل، يعني كتكمل بهم ماشي كتجعلهم هما الأساس. ولكن نفس الشيء بالنسبة للمستشفى وللنظام الصحي. الحال أنه اليوم إلا مشيتي لهذا الشيء كتلاحظ مع الأسف أنه تراجع ديال الدور والمكانة ديال المدرسة العمومية رغم المجهودات اللي بذلت. لكن حنا بعاد من الميثاق اللي وضعوا المجلس الأعلى ديال التعليم. وكذلك الشأن بالنسبة للمستشفى، مستشفيات تبنى بواحد الشكل كبير، مستشفيات جامعية تقريبا اليوم في 12 جهة ديال المغرب احنا غاديين فيهم. يعني عدد من المستشفيات الأخرى تنتمي لمؤسسات بحال المستشفى الجديد الأخير اللي تشنو صاحب الجلالة مستشفى محمد السادس بالرباط، أو غيرها من المؤسسات. لكن مع الأسف الخدمات من غير هذه الاستثناءات ديال مستشفى محمد السادس أو مستشفيات من هذا النوع، ولكن داخل هذه المستشفيات العمومية تجد صعوبة حقيقية في مستوى الخدمات، تجد عجز على مستوى الأطباء أو عدم التواجد ديالهم لأنهم يشتغلون في العمومي ويذهبون للخصوصي. تجد نفس الشيء عند الممرضات والممرضين،
تجد مشكل في التأطير، تجد مشكل في الولوج إلى العلاجات بشكل مباشر، تجد كذلك بسرعة مشكل حقيقي في التعميم. الحكومة الحالية تقول زورا مع الأسف بأن عممات التغطية الاجتماعية. لا، التغطية الاجتماعية باقي في حسب التقارير الرسمية 8 مليون ونص ديال المغاربة ما مستفدينش من التغطية الاجتماعية. وتجد أنه 80% ديال المصاريف بالنسبة للضمان الاجتماعي و 95% ديال المصاريف بالنسبة للكنوبس، يعني التأمين ديال الموظفين، كيمشيو للمصحات الخصوصيه، بمعنى انه المستشفى العمومي ما كيستافدش من هذه الاموال وما كيستطعش انه يوفر امكانيات باش يرفع من جوده الخدمات والعرض الصحي. هنا كاين مشكل كبير، نعتبر ان خص تكون فيه اراده سياسيه باش حقيقه نعطيو الاولويه للمستشفى العمومي، مصحتها هي كما كنقول تكمل، ونعطيو كذلك الأهمية للمدرسة العمومية ونعاود نبنيوها كما كانت. وأنت من الجيل سي سعيد وأنا أيضا اللي نعم. كنذكروا المدرسة العمومية كما كانت تكون مغاربة كيتقنوا العربية والفرنسوية بنفس المستوى ونفس الجودة، كيتقنوا المواد العلمية، كيتقنوا المواد الأدبية، وحقيقة كيشكلوا واحد الافتخار كبير، اعتزاز كبير بالنسبة لنا عندما يستكملون الدراسة ديالهم في أحسن الجامعات العالمية. سي نبيل بن عبد الله، كمسؤول حزبي، كأمين عام لحزب التقدم والاشتراكية، يدخل المعترك السياسي اليوم بحزبه وقواعد حزبه ومرشحيه، ما الذي تعد به المغاربة في ملفي التعليم والصحة في جملتين من فضلك؟ اولا في الصحه نبدا بها بسرعه. احنا بصدد وضع اللمسات الاخيره للبرنامج، سميناه برنامج الحكومه، بروغرام دو غوفرنمون، سميناه هكذا، بمعنى انه غنخرجوه اسابيع قليله من بعد رمضان، غنردوه علني. وفي هذا البرنامج نعطي الاولويه. الفقرات الاولى منه كتهتم بهذه جوج المواضيع: المدرسه والنظام التربوي بناء على مدرسة عمومية، يعني المدرسة العمومية والقوة ديالها. وهذا الأمر كيستدعي أننا نرفعوه حقيقة من الاستثمارات اللي موجهة للمدرسة العمومية، نحسنوا من المستوى ديال المشتغلين والأساتذة اللي كيشتغلوا، من أجل أننا نحسنوا منهم على مستوى تكوينهم، ولكن أيضا على مستوى أدائهم وعلى مستوى أجورهم. وكذلك نعموا بشكل أساس مجموعة من الخدمات الرياديه اللي يمكن تقدم. هذيك مدارس الرياده اللي كاينه اليوم، الا بقينا غاديين بهذه الوتيره، اليوم فقط كنخلقوا جوج المستويات في النظام العمومي: مدارس رياديه قليله مقارنه مع الاغلبيه الساحقه ديال المدارس الاخرى التي توجد في وضع يرثى له. فبالتالي وضع كل هذه المدارس، وهذا الشيء غنديروه بالارقام وغنديروه بالميزانيات اللي كنلتزموا بها على امتداد 5 سنوات، من أجل أننا فعلا نوضعوا المدرسة العمومية في أرقى المستويات. ما أعطيتكش جميع التفاصيل، لماذا؟ لأنني أحتفظ بذلك للإعلان على البرنامج اللي غنعنوا فيه على مجموعة الإجراءات. ونفس الشيء بالنسبة للمستشفى العمومي اللي كنوضعوه في قلب إصلاح النظام الصحي الوطني، بمجموعة من الالتزامات ومن الإجراءات اللي كنلتزموا بها في ال5 سنوات إذا كنا نتحمل مسؤولية أساسية في الحكومة. نعم، ننطلق إلى موضوع الشباب. موضوع الشباب السنة الفارطة خلق مشكل. أعداء المغرب والمتربصون بالمغرب يستعملون الصحة، يستعملون التعليم والشباب والطاقات الشابة في محاولة ضرب هيكل الدولة، ضرب هندام الدولة، ضرب قوة هذا التلاحم الشعبي بين الملك والشعب وبين كل القواعد الموجودة وكل الفاعلين. ما هو الملف الذي تحضرونه للشباب اليوم؟ اسمح لي نقول لك سيدي سعيد ان التحدي الاساس اليوم كنتكلم على اليوم، طبعا خصنا نخدموا هاد الشبان بمجموعه من الاجراءات. راه كاين جزء منها موجود في القضيه ديال التعليم مدرسه وجامعه، وكاين جزء اخر مرتبط بالملف ديال الصحه. ما تنساش بانه لما خرجوا الشباب ديال جيل زاد خرجوا كيتكلموا على التعليم وعلى المدرسه العموميه وكيتكلموا على الصحه.
وكيتكلموا على الفساد. هذه هي ثلاثه الملفات اللي كانوا كيحملوها لما كانت المظاهرات الاخيره، واللي هي يتعين أن لا يستغلها أحد. علاش؟ لأن هذا بلد كما قلت في خرجات إعلامية ولحظات مصورة فيديو إلى غير ذلك. ما خصناش نكونوا عندنا مركب نقص. هذا دليل على أنه المغرب بلد حي، مجتمع حي. هذا ما دليل على أن المغرب فيه هامش الحرية اللي كيسمح أنه شبان يخرجوا ويتلاقاو ويعبروا على مطالب. هادشي راه ما موجودش في بلدان أخرى. بلدان أخرى عندما يتم ذلك يتم قمع هذه الأمور بشكل شرس. وبالتالي إن كان طبعا يتعين أن نندد في بداية الأمر كانت هناك بعض الممارسات اللي ما كانتش في المستوى ديال التعامل بقساوة مع هذه الفئات الشابة. وبالمناسبة كنستغل هذه المناسبة باش نقول هذيك المتابعات اللي كاينة الآن ماشي على هذوك اللي هرسوا ولا اللي حرقوا، لا، كنتكلموا على الناس فقط اللي عبروا بشكل سلمي. هذيك المتابعات ديالهم خصها توقف، لانها ما كتعطيش احسن صوره على المغرب الذي نريد انت انا وباقي المواطنين. الان هاد الشباب اللي عبروا بهذه الطريقه بدايه الامر خصهم يكونوا واعيين بشيء. الا بغاو هما براسهم هاد الشيء يتغير ما يمكنش يكونوا رافضين لاي عمل سياسي، لاي عمل حزبي كما قالوا ذلك في مناسبات عديده. ما يمكنش يكونوا رافضين يصوتوا، رافضين يتسجلوا في اللوائح. كيف يمكن أننا نبدلوا البلاد إلى خلاو هاد الشبان ناس فاسدين كيقتحموا الساحة السياسية وكيقتحموا الساحة الحزبية والساحة البرلمانية وكيدخلوا كيشريوا الأصوات، و20 مليون ديال المغاربة وجزء كبير منهم شباب ما باغينش يصوتوا. إذن أول شيء اللي من الضروري أنهم يأمنوا به هو أنهم يعاونوا راسهم بعد هما باش يعاونونا كذلك أننا نتمكنوا أننا نغيروا هذا الواقع. إذا أردنا أن نغير هذا الواقع المسألة تستلزم أن نضع العنصر البشري الشاب في قلب أي مسلسل تنموي. قلتها لك في البداية، بمعنى أنه خاص قدرة حقيقية على تغيير هذا الشيء اللي قلت ديال المدرسة وديال الصحة، ولكن أيضا على تشجيع المقاولة المغربية والاستثمار في الاقتصاد الوطني من أجل خلق فرص شغل. مع هذه الحكومة مع الأسف وصلنا لأكبر نسبة ديال البطالة اللي موجودة في البلاد، أزيد من 13%، وهذه ما وصلنا لهاش مع جميع الحكومات اللي شفناها في 25 عام الأخيرة. أي هناك أزمة. هناك كذلك مشكل مرتبط بجودة الحياة بالنسبة لهذا الشباب، الولوج للخدمات الدنيا الأساسية. خاص حقيقة نجعلوا أن هذا الشباب باش يشعروا بالانتماء لهذا الوطن أننا نكون مقدمين لهم فضاء للحياة يكون مناسب. وهذا ما سنسعى إليه من خلال ماشي إجراءات فقط. احنا ما غنجيش نقول لك هنا نديروا لهم بطاقة الشباب بحال اللي شو يدير بها بطاقة الشباب إذا كانت لا. قبل أن أنتقل إلى أم المواضيع، سي نبيل بن عبد الله، وهو التقطيع الانتخابي وعلاقته بالوحدة الترابية، دعني أبدأ في عجالة من فضلك مع تجربة التناوب. كيف تقدم هذه التجربة اليوم في ظل ما يشاع، ما يقال وما يروج عن العمل السياسي في بعض الأحزاب، ولا أقول كل الأحزاب؟ بكل صدق سيدي سعيد، أنا كنت ربما محظوظ. علاش؟ لأنه شاركت في واحد الحكومة اللي بنات وتبنات على إنجازات وعلى قلب الموازي اللي وقع مع حكومة التناوب ديال السي عبد الرحمن اليوسفي. مش حكومة عبد الرحمن اليوسفي كما هو الشأن بالنسبة لكل الحكومات، ما يمكنش نقولوا أنها حقيقة حققت كل ما كان ينتظر منها، لكن دخلنا لواحد الفضاء اللي هو أرقى على مستوى تدبير الشأن العام. الحكومة ديال جطو في سياق الحكومة ديال عبد الرحمن اليوسفي جاءت في بداية عهد الملك محمد السادس. والملك محمد السادس تعلم خير مني طبعا بأنه في سنوات الأولى كانت هناك واحد الطفرة من الإصلاحات في جميع المجالات، في كل شيء. في القضية الوطنية مقاربة جديدة أفضت إلى هذا الشيء الحكم الذاتي اليوم بمسألة الحكم الذاتي وغير ذلك. في القضية حقوق الإنسان،
في القضيه ديال حقوق المراه المدونة واصلاح الجديدة. المدونه، في نعم. القضيه ديال الانصاف والمصالحه، في نعم. القضيه ديال البعد الاجتماعي، نعم. المبادره الوطنيه للتنميه البشريه، البشرية. في القضيه ديال القطاعات الصناعيه الجديده والمخططات ديال الاقلاع وغير ذلك. فكنت محظوظا. لماذا؟ لانني كنت بالاضافه انني تواجدت في بدايه هذا العهد، تواجدت انذاك في حكومه مع السيد رئيس جدو اللي تناغمات مع واحد النسبه ديال النمو اللي كانت مرتفعه، وكانت واحد الحكومه اللي خدامه بشكل كبير. ومن حظي ايضا انني كنت ناطق رسمي لهذه نعم. الحكومه، وكنت ما اقوله وما ادافع عنه يتناغم مع ما كنت اؤمن به داخل حزب التقدم الاشتراكيه. فحقيقه يمكن لي نقول بانني عشت واحد التجربه اللي كانت كبيره، ويمكن لي اسمح لي نقول لك بانه انذاك كانت نسبه الثقه في المؤسسات وفي الاحزاب وفي البرلمان وفي المؤسسات المنتخبه ارقى وارفع بكثير مما نحن عليه اليوم. بمعنى آخر كتبغي تقول لي أن في رأيك أن تجربة التناوب اليوم وما يمارس في الإطار الحكومي اليوم بطبيعة الحال في إطار انتخابات تفرز رئيس حكومة أنك غير راضي عنها؟ طبعا، طبعا احنا في معارضه ما هو موجود اليوم، وعارضناه بقوه لمده ازيد من 4 سنوات. واليوم يعتبر حزب التقدم الاشتراكي انه احتل موقع ريادي في معارضه هذه الحكومه. ماشي معارضه عقيمه، ماشي معارضه سلبيه، معارضه بالدلائل بالحجج، معارضه بالارقام، معارضه تستند الى تقارير رسميه، ومعارضات تستند إلى مجموعة من الهفوات مرتبطة بوعود وبالتزامات أخذتها على عاتق هذه الحكومة ولم تفي. لا في البطالة، لا في التغطية الاجتماعية، لا في النظام الصحي، لا في النظام ديال المدرسة، لا في الوضع ديال الاقتصاد الوطني. فلذلك وهذا الأمر هذا صاحبه ضرب بقوة في الفضاء الديمقراطي، في مصداقية العملية الانتخابية، في مصداقية في مسألة الحريات، في علاقة المواطن وخاصة الشاب بالأحزاب. الناس فقدت الثقة، لأنها عندما ترى ممارسات ديال تضارب مصالح، ديال صفقات عمومية ما كنفهموش كيف تتم العملية ديالها إلى غير ذلك، هذا الشيء كله وغيره كيأثر على علاقة المواطن وخاصة الشاب عنده 18 عام يرى أمور من هذا النوع وهو حامل هذا الهاتف الذكي ويرى ما يحدث في بلدان اخرى. هذا الشيء كيجعله انه كيفقد الثقه وكيقول هذا الشيء كله ما عندي ما ندير به. فلما كنجيو حنا كنحاولوا نرجعوا له الثقه كنوجدوا صعوبات حقيقيه، مع العلم اننا اليوم اساس عملنا والحمد لله يتم مع شبان الذين يلتحقون بقوه بحزب التقدم الاشتراكيه، وهما اللي اليوم حاملين الخطاب الاساسي والتواصل ديال حزب التقدم الاشتراكيه. اذا جيتي الى مقرنا سترى بانه يعج بشباب جدد ما عندهم 6 شهور نعم. عام في الحزب. التقطيع الانتخابي المقبل الحالي المدرج لانتخابات 2026 سبتمبر 2026 أعتقد أنا محق هي في سبتمبر يطرح السؤال التالي: كيف سنزاوج بين ما هو مطروح في هذا الحكم الذاتي الذي هو الآن مطروح على الطاولة ويحظى بقبول العالم، وحضوركم أنتم والأحزاب السياسية الأخرى وزملائكم في باقي المؤسسات السياسية في المناطق الصحراوية العزيزة على قلوب كل المغاربة؟ اولا الاتفاق آتي إن شاء الله، نتمنى أنه غيتم في غضون الأسابيع الشهور القليلة المقبلة، على أساس اتفاق سياسي اللي يبلور المقرر أو القرار ديال 27 97. طيب، لكن اللي نفرض أن هذا الاتفاق يكون، تعلم بأن خطواته المستقبلية ستتطلب مدة. الرجوع لإخوان ديالنا اللي موجودين في تندوف، خاص ضمان ديال انه يدوز في احسن الظروف، تحضير الاجواء في الاقاليم المعنيه من اجل تحضير الانتخابات، سواء ديال البرلمان او كيف يمكن افراز هذه الحكومه، النظام القضائي اللي خصو يكون الى غير ذلك من الامور اللي موضوعه في المذكره اللي تقدم بها المغرب، واللي استندت العدد من المساهمات ايضا ديال الاحزاب السياسيه، منها مساهمه ديال حزب التقدم الاشتراكيه. حنا عندنا انتخابات ديالنا في شتنبر،
الانتخابات ديالنا في شتنبر أعتقد بأنه بإمكاننا أن نعمل بها اليوم، لأنه شنو المشكل اللي كاين؟ المشكل هو يقول لك ودابا هادو اللي غيكونوا في البرلمان ديال 26 اللي غينباتق على الانتخابات ديال 26، خاصة من الأقاليم الجنوبية، ما غيمثلوش الإخوة اللي موجودين في تندوف. ولكن الإخوة اللي موجودين في تندوف راه باقي ما دخلوا، راه ما غيدخلوا حتى دوز واحد المده. هذيك المده ما كاينش لا انت ولا انا ولا المسؤولين المغاربه ولا هادو اللي كيشرفوا على المفاوضات ما عارفين شحال الوقت غياخذ هذا الشيء. غتكون انت تعلم واحد المده انتقاليه، ديك المده الانتقاليه هي اللي غتبلور فيها كل فقرات هذا البرنامج ذاك الوقت. لذلك لا ارى ان بعض الاصوات تقول بانه يمكن ان ناجلوا هذه الانتخابات. اولا لو بغينا ناجلوا الانتخابات خصنا استفتاء، لان ما يمكنش تاجل الانتخابات وتتجاوز المده بلا استفتاء. مهم. ثانيا خاص يمكننا ننظموا الانتخابات بالتقطيع الحالي وبما نحن عليه، ولا دعت الضروره من دابا 3 سنين او 4 سنين اننا نقصروا المده. وتقصير المده ما كيطلبش استفتاء بحال اللي وقع في 2011. تذكر لما مهم. كانت الاحداث 20 فبراير الحكومه ديال السي عباس الفاسي ما مشاتش لنهايتها، نعم. وكانت انتخابات سابقه لاوانها. نعم. بمعنى يمكننا نديروا انذاك انتخابات سابقه لاوانها لتكريس الواقع الجديد. هذا الواقع اليوم مازال غير في الوراق، وحتى في الوراق باقي متبلور على اساس اتفاق معمول به. فلذلك انا لا ارى الان اللي فيها مهمه اللي اساسيه واكدنا عليها كحزب هو انه خصنا نحضروا هذه الاقاليم الى احتضان من سياتي من تندوف. هل لديكم سي نبيل بن عبد الله مرشحين الآن في الدخلة والعيون والسمارة عندنا الان في الداخله، عندنا في طرفايه، وان كان طرفايه عندنا في طرفايه داخله على اي حال نسبيا. عندنا في الاقاليم اللي هي موجوده في قلميم ودنون عندنا مشاريع الان في العيون وفي السماره وفي بوجدور باقي ما تاكدات بشكل نهائي. يعني من هذه الناحيه احنا نشتغل. لكن اللي بغيت ناكد لك هو انه المغرب من اجل انجاح الحكم الذاتي ما يمكن له ينجحه الا بشرط واحد اساسي، هو التأطير السياسي الحزبي القوي للمجتمع الصحراوي، خاصة عند رجوع الناس اللي موجودين في تندوف. نعم. علاش؟ لأنه خاص تكون قدرة على مواجهة كافة أنواع التجاوزات اللي يمكن تكون. نعلم بأن الناس ديال تندوف مشحونين بفكر معين، برغبة عند البعض الاستقلال باش نتكلموا بوضوح. نعم. هذه المسألة تكون حقيقة حضور حزبي، شبيبات الأحزاب، أحزاب قوية حقيقة متواجدة، وهو الأمر اللي اليوم ماشي هو اللي موجود في الصحراء. الصحراء تعتمد أكثر اليوم على أعيان، على قبائل، على غير ذلك. هذا الشيء كله اشرح لي هذه النقطة ديال الأعيان الله يخليك، لأن ربما المشاهد وأنا لا نفهم ماذا تقصد. احنا في المغرب خاصة بالنسبة للمجتمع الصحراوي لأسباب ولظروف تاريخية وغير ذلك، لما استرجع المغرب الصحراء ديالو يعني في المسلسل التنموي وفي المسلسل ديال تدبير الأوضاع محليا اعتمد أساسا على زعماء قبائل اللي كنسميوهم أعيان، وهما اللي لعبوا دور ديال تأطير هذا المسلسل. لأنه النظام السياسي الحزبي لم يكن موجود كما كان موجودا نسبيا في باقي التراب الوطني. هذه المسألة استمرت. النموذج التنموي ديال الأقاليم الجنوبية اللي هو وثيقة رسمية يقول بدوره بضرورة تجاوز نظام الأعيان والدخول إلى نظام حديث يعتمد على نخب سياسية مكونة مجربة اللي كتعتمد على المساواة أكثر بين الناس. وهذا الأمر هو الذي يمكن أن يشكل مصدر قوة بالنسبة للمغرب في تدبيره للمسألة ديال الحكم الذاتي. ما تنساش بينما راه في هذا الحكم الذاتي غتكون انتخابات محلية لإفراز برلمان محلي. المغرب عنده واحد القوة اللي ما موجوداش في تندوف. شنو هذه القوة؟ بنقائصها، بثغراتها، بسلبياتها. عنده واحد التجربة ديمقراطية متواضعة مبنية على التعددية. وقبل ما يكون قاعد المشكل ديال الصحراء، المغرب تبنى على تعددية. أذكرك بوجود قوى سياسية وأحزاب سياسية في إبان الحماية
ومن بعد الحماية تكونات كذلك أحزاب أخرى، البعض منها بمبادرة ديال الدولة وديال الإدارة كما قيل، لكن كانت هناك تعددية في المغرب، مبني هذا المغرب على التعددية. وبالتالي كنت في فترات عديدة وأنا وزير ديال الاتصال آنذاك كنت أذهب إلى العيون ولا الداخلة بالخصوص في العيون، وأجد نفسي مع في الليل مع ناس شبان اللي كانوا كيميلوا للخطاب الانفصالي، للخطاب ديال بوليزاريو. وكنت كنتناقش معهم كنقول لهم دابا نتوما النظام اللي عندكم تما هو نظام أحادي، هو نظام مبني على حزب وحيد أو على منظمة وحيدة، والمغرب القوة ديالو تكمن في أنه فيه تعددية. النظام الوحيد الذي يمكن أن يحتضن هذا التنوع الصحراوي بقبائله بتعدديته هو النظام المغربي اللي فيه أحزاب كثيرة متعددة مختلفة. وبالتالي احنا خصنا نجعلوا من هذه المسألة مصدر قوة، شريطة أننا نقويو هذا النظام، أننا نجعلوا بأنه الأحزاب اللي ما موجوداش بقوة في المجتمع الصحراوي خصنا نقللوا شوية من الدور ديال الأعيان ونقويو الدور ديال الأحزاب باش تكون قادرة على أنها تحتضن هادو اللي غيجيو من تندو، تخلق تجانس مع اللي موجودين الآن في الأقاليم الجنوبية اللي جزء منهم يرفضوا، يعتبر بأنه كاين صعوبات في التناغم مع اللي غيجيو، جزء أقول ماشي كل شيء، غتكون هناك صعوبات. وكذلك يواجه جميع النزاعات اللي يمكن تكون انفصالية أو مطالبة بالاستقلال أو شيء من هذا القبيل، في ومستغلة لنظام الحكم الذاتي برلمانا حكومة قضاء إلى غير ذلك من أجل أغراض أخرى. وربما أن الجيران يريدون استغلال هذه المؤسسات غدا لجعل منها نوع من الطريق إلى شيء آخر. نعم. ولكن اللي فرج الجمل، اسمح لي نقولها لك بالدارجة، اللي فرج الجمل جمالة. وبالتالي احنا بإمكاننا أننا نقوي العناصر اللي كنعتمدوا عليها وبها نخلقوا ظروف النجاح ديال هذا الحكم الذاتي. سي نبيل بن عبد الله، في كلمة أخيرة دقيقتين من فضلك، ماذا تقول لمن يستمعك من أبناء الشعب المغربي؟ هذه البلاد ديالنا بلاد حقيقة اللي فيها قدرات هائلة وقدرات أنها تخلق المعجزات في فترات كثيرة من تاريخها بإمكانيات متواضعة. احنا ما عندنا لا بترول لا غاز، ما عندناش شي إمكانيات هائلة، شوية الفوسفات ولكن ما كنتش نعتمدوا عليه كامل في مسارنا التنموي، لكن استطعنا أننا نخلقوا مغرب آخر بهذه الإمكانيات المتواضعة. هذا المغرب باقي فيه نقائص، باقي فيه سلبيات، باقي علينا تحديات، منها هذه ديال الصحراء، منها هذه ديال الحكم الذاتي. بالتالي خصنا جميع نخلقوا الظروف ديال جبهة داخلية متينة قوية. هذه الجبهة الداخلية ما يمكن لها تكون قوية إلا بديمقراطية قوية، ببلورة الدستور المغربي كما هو الآن، بالاعتماد على اقتصاد قوي أرقى مما استطعنا أن نصل إليه الآن، بمحاربة كافة المظاهر السلبية اللي سميتها الريع والرشوة وغير ذلك، وبالاعتماد أيضا على تقاسم الثروات وعلى محاربة كافة السلبيات اللي موجودة اجتماعيا ومجاليا، وبالثقة أيضا في العنصر البشري في شبابنا في شعبنا، شريطة أن هذا شبابنا يثق في راسه أيضا ويعتبر بأنه من أدواره أنه يحب هذا الوطن وأنه يكون كينتمي إليه بقوة، وأنه يعرف بأن حتى شي حاجة ما كتجيب وحدها، كل شيء كيجي بالتفاح وبالنضال. باسمكم جميعا أتوجه بخالص الشكر للسيد الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية الأستاذ محمد نبيل بن عبد الله على قبوله دعوة قناة المهاجر والإجابة على أسئلتنا وأسئلتكم. نعدكم أيها الأخوة والأخوات أننا سوف نمنح كل أمين عام من أمناء العامون للأحزاب السياسية المغربية الحق في الظهور والتعبير وكذلك تقديم رؤيته. هذا المنبر هو منبر حر، منبر مفتوح، من يرضى بنا نرضى به، ومن يرفض نقول له حين تقبل أهلا وسهلا بك. أشكركم على حسن المتابعة، وأشكر سي نبيل بن عبد الله مرة أخرى. الله يجعل ساعتكم ساعة خير وبركة عليكم جميعا أنتم وكل من تحبون، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.